انفراد خليفه في الدقيقه 39. لكن طبعا قبل ما عبد السلام النجاح يسجل هدفه الجميل او الهدف اللي احرزه، كان ممكن كمان المصري يتعادل في هذه المباراه. ما هي كرة التعادل اتنقلت بهجمه بالظبط، وسجل في جسم عبد الواحد السيد. الحقيقه برضو يعني كان في فرصه ثانيه لصبري رحيل في الزمالك بالظبط، لعب كره عرضيه راحت لشيكابالا سددها على يمين. لكن استاذ فتحي شايف ان الزمالك هو الاقرب لدوري ابطال افريقيا، يعني المركز الثاني، ولا بتروجيت؟ بتروجيت النهارده 47 نقطه، الزمالك 51، 4 نقاط ومتبقي مباراتين. يعني الزمالك مستواه شبه ثابت، وبقى الزمالك فيه نظام سيستم، يعني بقى فيه شخصيه للفريق. نعم. حسام دفع بمحمد ابراهيم وعمر جابر، اثنين صغيرين شباب يعني بالظبط، اقل من 20 سنه. ده الهدف الثالث. نعم. ده ايديكو. فريق لما يبقى عنده هذه الشخصيه وبقى عنده نظام وسيستم، بعتقد ان هو بيبقى له هدف، بقى عنده هدف. بالظبط. الهدف ده سافر بيه بورسعيد، سافر بورسعيد انه يكسب. نعم. مش عشان المركز الثاني، يعني انا ما اعتقدش ان حسام حسن تفكيره في المركز الثاني بياتي بعد تفكيره انه يكسب المباريات. فهو رايح بورسعيد يكسب مباراه بغض النظر مركز ثاني ولا مركز ثالث، ودي يعني الروح اللي حطها حسام حسن في اللعيبه. ما عادتش المساله ليها حسابات اخرى غير ان انتوا تكسبوا كل المباريات عشان تتعودوا على المكسب ويبقى عندكم هيبه قدام الفرق. نعم. يمكن فريق المصري فوجئ بان الزمالك بيضغط منذ البدايه وبيتقدم بهدف مبكر، لخبط حساباته. لانه ربما كان هناك توقع انه الزمالك ربما ما ياخدش الامر بالجديه اللي اعتاد عليها منذ تولى حسام حسن. نعم. فدي كانت مفاجاه. تقدم الزمالك بهدف، ثم الهدف الساحر لشيكابالا، بعتقد ان هو زود ثقه عند لعيبه الزمالك، وده اللي دفعهم ان هم يجيبوا الهدف الثالث في الوقت، يمكن في الوقت القاتل. بالظبط. ده ما كانش موجود عند الزمالك قبل كده. في المقابل يمكن الصدمه اللي اصيب بها المصري بخسارته او تاخره بهدفين، حصل فيه هذا الارتباك، وبقى فيه عندهم شكل من اشكال اللعب المتسرع العشوائي. نعم. رغم السيطره، بينما تجد في المقابل الزمالك زي ما بقول لك ليه الشكل اللي اصبح تميزه بيه عن فرق كتيره، رغم انه موجود عناصر شابه كثيره. بالظبط. اللي ما عجبنيش بقى اداره النادي المصري في قرارها باقاله بوكير. يعني انا مش شايف اي مبرر لاقاله بوكير. نعم. يعني الزمالك يستحق الفوز، وايا كان اداره بوكير للمباراه، لكن كان التفوق الفني والمهاري والبدني للزمالك. نعم. فالقرار مش في محله. ان انا اجيب مدرب قبل النهايه باسبوعين، حاجه من الاثنين، يا ان انا محمد حلمي جاي لو ما مشيتش معاه هيقول لك طب انا اعمل ايه، ما انا جاي والفرقه فطسانه. ايوه. مش كده؟ نعم. ولو كملت هتبقى المساله اقاله بوكير، كلام كان في محله. ان الراجل ما قدرش المباراه، لا، ما انا شايف ان بوكير يعني تسبب في اخطاء معينه في اداره المباراه. ايه اللي عمله بوكير في اداره المباراه خلت فرقته تخسر 3؟ طب ناخد وجهه نظر انا مش شايف حاجه مثلا حاجه بقى انه قاعد على الكرسي، تغييرات مش تغييرات، ما ساعات بيعملوا مدربين بيعملوا تغييرات كوميديه. كوميديه. نعم. وبتمشي ساعات او ما بتمشيش. هو عنده قماشه لا باس بها، والمصري لعب ماتش كويس مش وحش. نعم. لكن الفوارق الفنيه والبدنيه والمهاريه حسمت الموضوع. شيكابالا لصالح الزمالك. شيكابالا خلص الحدوته كلها. المصري ما عندوش يعني نماذج مهاريه تقدر تحسم، او هو كمان ما عندوش فرود على مستوى، والفراوده مش موجودين. الفراوده اللي هم التقال رغم انه وجيه شويه كده يعني حاول، لكن المساله ووجيه مش راس حربه، مش راس حربه، ومحمد خليفه مش لا موجود. وسط. بالظبط. يعني بالظبط. هو يمكن اللي قيل يا استاذ فتحي قبل ما اجي لك استاذ حسن انه
بوكير بشكل عام يعني بيبقى احيانا في اثناء ادارته للمباريات، احنا شفنا الصوره عليه جت كتير. ما هو اصله مباراه كره القدم دي هي المعركه واداره المعركه. انا بجهز الاسبوع كله، ما موضوع ان انا اقف على الخط. لا يعني هو افتقد لجزئيه مهمه قوي في القائد، وهي التوجيه المباشر في اللحظات الحاسمه. فمن المؤكد انه وجهه نظر حضرتك، وجهه نظر اخرى استاذ حسن، انه هو في اوقات حرجه جدا كان يجب ان هو يقف يتكلم مع اللعيبه. يعني خطا اسامه العزب اللي حصل ده، ما اتحركش من الكرسي بتاعه. رقابه 4 لشيكابالا بشكل برضه فيه عشوائيه شويه في الاداء. يعني لما 4 يجري حواليه، الكوره شيكابالا واخدها من قبل خط السنتر. ما انا واخد بالي، و4 بيجروا وراه. انا بتكلم بشكل عام. ده مش اداره مباراه. ده مش اداره مباراه. نعم. يعني في هذه الجزئيه هدف شيكابالا ده المدرب هنا اذا ما كانش قبل المباراه في التدريبات مفترض مرتب، عامل ترتيب لده، دي مساله ثانيه، لكن ده مش علاقه باداره المباراه. يعني ما يعني في هذه الجزئيه يعني احيانا بيبقى فيه توجيه مطلوب يا استاذ حسن في حينه. يعني احنا اشتغلنا الشغلانه دي 13 14 سنه. بيبقى تجهيزك للمباراه طوال الاسبوع ده مهم جدا جدا جدا. بنفس الاهميه يوم المباراه اللي هو الشو، ليله العرض، لانه احيانا بيبقى ليك تدخلات معينه في اوقات معينه، وده اللي بيفرق الكوتشات. تغيير معين بشكل معين، توجيه لاعب، تظبيط منطقه. انت شايف الحته دي، انت كنت متصور ان هي هتبقى اضعف شويه، لقيتها اقوى شويه في الفريق المنافس فبتعدل من خطوطك. احنا شفنا بوكير طول الوقت 90 دقيقه ما يتحركش من على الكرسي بتاعه. هل في كل المباريات كده؟ في كل المباريات يعني في مدربين طبيعته كده بيقعد يعني. ما هو بوكير لما جه كان المصري في نفس اقل من كده في المركز. لا كان اقل من كده. هو حاول واجتهد الحقيقه. لكن هي ظروف مباراه. نعم. ما ينفعش بعد يومين امشي واجيب يعني ده قرار. انا في رايي هو كده كان هيخلص نهايه الموسم، وكان ماضي معاه 4 اشهر. طيب ماشي. بس انا الراجل بقعد مع الفرقه مده وفي ماتشين بس هم اللي موجودين. صحيح. والظروف هو خلي بالك محمد حلمي مدرب شاطر جدا. ما انا بقول لك ممكن محمد حلمي يتفرم في الماتشين دول وممكن يعكس. مش كده؟ وارد. طيب يعني يعني الكوره هتمشي كده يعني بالبركه يعني. لا برضو دايما بنقول ان الحكايه مش حكايه تكتيك وخطط وكلام وانفعال نعم. لا يعني ده بالنسبه للمدرب يعني. يعني ربما اداره المصري برضو علمت من اللعيبه ان العلاقه بينها وبين بوكير مش وارد جدا، وده امر اخر مش باين لنا. يعني في حاجات بالظبط في الكواليس بتبقى قرار محتاج واحد مدرب مصري يقدر يتفاهم مع اللعيبه. نعم. يحمسهم. دلوقتي يعني ايه الحماس والجهد والدوافع النفسيه مهمه جدا عند لعيبه المصري قبل التكتيك والحاجات دي كلها. ثم التكتيك طبعا، وازاي يقدر يلعب محمد حلمي المباراتين اللي جايين بحيث ان الفرقه يعني تخرج من المباراتين باكبر المكاسب. بالظبط. يمكن ده مش عند بوكير، يمكن هم عندهم ملاحظات وشافوا ده اكيد من عن قرب. احنا دايما يجيب لي مدرب، اول ما بيجي اي مدرب مصري وطني هندي اي كلام الناس بتهلل له. نعم. ولما بيجي ماشي ما عندوش فكره. ده النظام عندنا في مصر. بس طبعا برضو انا مع فتحي بشكل عام برضو. نعم. عشان احنا يعني لما بنتكلم هنا بنتكلم على مبادئ. طبعا بكل المقاييس والمبادئ. مفيش حاجه اسمها مدرب تجيبه وتمشيه قبل الموسم بمباراتين يعني. ويمكن بس الظروف الصعبه لرحله الهبوط بيغير ضغط قوي اداره النادي. يعني تغيير عتبه مش تغيير فني. يعني تغيير عتبه. عارف يا استاذ حسن، لو الدنيا مفتوحه شويه، لكن هي اتخنقت. هي مباراتين هو عايز انا اتصور هو عايز من المباراتين دول نقطه، من الاسماعيلي في الاسماعيليه ومن الجونه على ملعبه. فالدنيا اتخنقت، ولا مجال في هذا التوقيت القاتل لنوع من انواع ارساء القيم اللي ممكن تتمسك بيها في وقت الدنيا مستريحه فيه اكتر. اتصور وهذا امر وارد اكيد. اذا نذهب مباشره الى لقاءات ما بعد المباراه. اسحب يا فتحي على طول.